اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لحد ما اتكلم عمر مش عايز حد يعرف ولا حتى ملك. يعني ايه؟ ملك قوية لحد دلوقتي ومكملة علاجها علشان احنا ما نحسش. ادم بتنهيده حاضر. وصل عمر البيت وأول لما دخل شافها نايم، دموعه نزلت غصب عنه. فضل واقف جنبها وهو بيحفظ ملامحها وبيفكر إن هي أول لما بقت مراته وملكه هيتحرم منها. فضل وقت كبير جنبها لحد ما صحي وقلب بنوم. جيت امتى يا عمر؟ من ساعتين وما حبيتش اصحيك. ليه يا حبيبي؟ كنت صحيني. ما حبيتش ازعجك، فضلت احفظ في ملامحي. قولي يا استاذ عمر، كنت فين من اول يوم؟ بتخني كده عيني عينك. عمر عيونه عمره ما تشوف غيري، انتي هتفضلي في قلبي مهما حصل. امال كنت فين يا استاذ؟ الكلام الحلو ده مش هينسيني مع اخوكي الرخ. ادم حبيبي عملك ايه؟ بيرخ زي ما انتي عارفة، بوظ الشغل بس الحمد لله اتحل. قاطع كلامه تليفون اهو هيكمل رخام. انا هرد عليه. ازيك يا دومي؟ وحشتيني يا قلب دومي. اول مرة ما تتعصبش من دومي. قولي اللي انتي عايزاه يا حياتي. لا ده الجواز طلع بمصلحة. انتي عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا روحي. مزعل جوزي ليه؟ هو جوزك ده حد يقدر عليه؟ ممكن. طيب يا حبيبتي، انا قلت اطمن عليك. احنا هنجيلك بالليل. تنوروا يا حبيبي. يلا باي. شكله زعلان. هو في حاجة حصلت؟ لا مفيش. ممكن يكون علشان انتي بعدتي عنه. معرفش لو ما كنتيش سكنتي جنبه كانوا عملوا ايه. ما تكلم مامتك يا عمر، خليها تيجي تقعد معانا. قلت يومين يا حبيبتي، مش دلوقتي. طب هقوم اجهز لك الاكل. عمر نام في حضنها. لا يا حبيبتي، انا هطلب من بره. انا عايزة ابقى في حضن وما اتحركش منه ابدا. وانا كمان انا بحبك قوي يا ملك. انتي غيرتيني بجد، خليتيني احب الحياة. كنت شخص انطوائي، بسببك بقيت بتكلم واخرج وصاحب ناس جديدة. بس عارفة، انا كل ده مش بيهمني. مش عايز لا اشتغل ولا عايز الناس. عايزة ابقى في حضنك بس. عايزة افضل جنبك طول العمر. ملك وهي بتملس على شعر. وانا كمان بعشقك يا عمر. ما حبيتش في حياتي قد. بقيت اخويا وصاحبي وحبيبي وجوزي اللي ما اقدرش اعيش من غيره. وكل ما ليا ملك اللي كانت بتحب الناس والصحاب والخروج، ما بقيتش تحب غير انها تقعد جنبك. يا ريتني كنت عرفتك من زمان. عايزك توعدني انك تفضل دايما بخير. اوعديني انت انك مش هتسيبيني. ملك سكت. مش هسمحلك تبعدي عني. بعدك معناه نهايتي. بعد الشر عليك. وكملت بضحك. طب بذمتك دي صباحية عروسة؟ اوعى كده يا عمر. خلينا اسخن الاكل. ولا اقولك كلم ادم يجي دلوقتي هو وبابا وماما. وكلم برضو مامتك تيجي. ايه ده؟ احنا عرسان يا استاذة. هتعملي عزومة؟ انا عايزك ليا لوحدي علشان خاطر يا عموري. طيب يا ست، هكلمه وحضر معاكي كمان. وصلوا كلهم البيت واتغدوا سوا. وملك قعدت مع مامتها وحماتها. انا والله كويسة. مش عارفة ازاي عروسة تصمم تعزم اهلها يوم الصباحية. قوليلهم النبي. اقول ايه بس؟ انا هروح اشوف عمر. اسماء بقى لا. ملك، انتي كويسة؟ تعبانة ولا حاجة؟ انا كويسة يا ماما، بس بصراحة ضميري مأنبني يا ماما علشان منع عمر من حقوقه. احسن ما تتعبي. وكويس ان هو فاهم انك مكسوفة. بس ما بسش. ما كنتيش يا اختي عملتي فرح. اوعي تعملي حاجة.
أنا عارفاك. حاضر. كلمتي هيثم؟ لا، بس بعتلي رسالة بيقولي العملية بعد أسبوع، وبعتلي التعليمات. ربنا يستر. يلا نقعد معاهم بره وعند آدم وعمر. آدم بعصبية. يعني ايه؟ يعني هصفرها يا آدم. لو فاضل يومين على العملية هصفر ملك. هي بتعشق البحر، وأنا عايزة أحسن حالتها النفسية وأفرحها شوية. افرض تعبت، أكيد مش هأذيها. أنا مش عارف أصلا إزاي قدرت تخبي عني. يعني ما فكرتش هتقولي إيه يوم العملية؟ كانت قالتلي حتى أقف معاها. ما حبتش تضايق حد. المهم ما تتأخرش هناك. يومين يا عمر علشان خاطري. حاضر. احجز انت بس وجهز كل حاجة. ولا يا عمر، انت وافقت ان مراتك تعزمنا كده عادي؟ انا ما اقدرش ارفض لها طلب. انا قلت لك حطها في عينيك، بس مش كده. هو انتوا بتسخنوا جوزي عليا؟ هو حد قادر عليكم؟ اعوذ بالله. الله اكبر من عينيك يا اخي. عمر خدها في حضن. قلتلك رخ. خلاص بقى، نمشي ونسيبكم لوحدكم. كفاية كده. خليكم شوية كمان. ما تسكتي يا بت شوية. ناقص تقولي نبات معاكم. يا ريت. في ايه يا ملك؟ هو بيعذبك يا حبيبتي؟ خلاص انا هاخدك معايا. تصدق يا ادم، انت فعلا رخم زي ما قال. وبعد كلام كتير ماشي، وملك فضلت في الحمام زعلانة على شعرها اللي رجع يقع تاني، واضطرت تقصه علشان عمر ما ياخدش باله، مع انه بيحبه طويل. غيرت هدومها وطلعت خدت علاجها. وشوية ودخل عمر. عاملك مفاجأة. مفاجأة ايه؟ هنسافر الساحل نقضي شهر العسل هناك. عارفك بتحبي البحر. بجد؟ وبعدين افتكرت عملياتها. لا لا، ملوش لازم. خلينا هنا أحسن. لا، هنسافر يعني هنسافر. وكمان أنا هحضر الشنط. ومحضرهاش أنا ليه؟ علشان أختار اللبس بتاعي. مش عايزة أتخانق هناك. هنقعد كتير. يا بنتي هو أنا بعذبك؟ دي فسحة يا ماما. مش قصدي يا عمر. خلاص اللي تشوفه. وتاني يوم ملك وعمر وصلوا الأوتيل، ووصلوا السويت اللي كان متجهز لعروسين. الله يا عمر، تحفة بجد. الحمد لله انه عجب. نستريح وبعدين ننزل. لا انا عايزة انزل دلوقتي. ماليش دعوة. حاضر يا حبيبتي، اللي تحبيه. نزل عمر وملك، وأصرت تنزل البحر. ونزلوا هما الاتنين. ملك قربت منه ولفت ايديها حوالين رقبته. فاكر أول مرة نزلنا البحر سوا؟ طبعا فاكر. ما كنتش متخيلة إننا هنتجوز وهحبك كده يا عمر. أنا بقى كنت عارف. يا سلام. اشمعنى؟ علشان أنا قمر ومتقاومش، بايخ وسخيف. فضلوا اليوم كله بره ورجعوا تعبانين. دخلت ملك الحمام تغير هدومها، وهي بتفكر تكسر كلام مامتها والدكتور. لبست قصير وخرج. وأول لما عمر شافها كتم نفسه، وهو بيردد كلمة واحدة بس: اوعى تأذيها يا عمر. ملك بكسوف: بتعمل ايه؟ هنام. حاسس بصداع، وخصوصا اننا مرتحناش. ملك بغيظ: هتنام وتسيبني؟ عمر نيمها جنبه: لا، هتنامي جنبي علشان اليوم كان متعب، بس انا عايزة اتكلم معاك. عمر وهو بيمثل النوم: نتكلم بكرة بقى يا ملك. ماشي يا عمر، خلي النوم ينفع. ومعداش دقيقة وكانت نامت. عمر فتح عينيه وقام يتأكد من العلاج إن هي خدته، ولاحظ إن شعرها واقع في الحمام. عمر خدها في حضن: آسف يا ملك، مش قادر أقرب منك علشان ما تتأذيش. عارف إن كنت بقولك ما تقصيش شعر، وزعلت لما قصيتيه. ما كنتش أعرف إنك عملتي كده علشان ما خدش بالي إنه بيقع. بس النهاردة أنا شايفك حلوة.
حتى من غير شعر. أقولك كمان، أنا حاسس إن ربنا هيفرح قلبي وهيشفيكي، وساعتها مش هبعد عنك لحظة واحدة. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.